ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل مع بعض صينيه جامده جدا. دي البطاطا بالبشاميل، لا هنسلقها ولا هنشويها، وهتبقى حلوه جدا. هي اكله شتويه بس احنا اللي بيخطر على بالنا صيف شتاء بناكله برضه. طبعا هي البطاطا ماليه السوق الايام دي. انا جبت بقى كميه من البطاطا كده. تعالوا بس نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي. كميه من البطاطا دي تقريبا 2 كيلو، قطعتها شرايح زي ما انتم شايفين كده عشان ما تاخدش وقت مني في التسويه. هجيب بقى حله معايا وهحطها فيها زي ما احنا شايفين، وبعدين هحط عليها بالظبط معلقتين سكر، مش اكتر من كده. هحط عليها ربع كوبايه من الميه بس، مش هحتاج ميه تاني. هحطها على البوتاجاز. لما الحله تبتدي تسخن معايا ههدي النار عليها قوي وهغطيها، ومن وقت للتاني هقلبها بالشوكه لما البطاطا تستوي معايا. لو البطاطا استوت معايا ولسه الحله فيها ميه، هعلي البوتاجاز عشان الميه دي تنشف معايا. بعد كده هعزز طعم البطاطا شويه بقى، ان انا احط عليها معلقه من السمنه البلدي، وكيس من الفانيليا بتديها ريحه حلوه كده. بس كده البطاطا جاهزه معايا. هعمل بقى البشاميل بتاعي، عباره عن معلقتين من السمنه، هحط عليهم معلقتين دقيق، معلقتين سمنه معلقتين دقيق. وانا بقلب الدقيق كده خدت بالي ان الدقيق مكتل معايا، لان انا كنت حطيت معلقه سمنه واحده لو خدتوا بالكم، مش معلقتين، فهحط التانية دلوقتي هتظبط معايا جدا. انتوا بقى من الاول هي معلقتين سمنه معلقتين دقيق، مش اكتر من كده. في البشاميل الحادق او البشاميل الحلو معلقه سمنه معلقه الدقيق كويسه جدا عليه. انا بقى بعد ما اشوح الدقيق في السمنه بتاعتي، شايفين ده كده عشان نطلع رطوبه الدقيق، ما يبقاش الدقيق طعمه باين معايا في البشاميل بتاعي. بعد كده بقى همسك المضرب اليدوي بايد واللبن بالايد التانية. اللبن عبارة عن تقريبا 500 جرام ل 600 جرام، مش اكتر من كده، يعني نص كيلو و100 جرام زيادة. ده هيديني قوام مظبوط جدا. هحط بقى 3 معالق من السكر، والسكر ده على حسب التحلية، بس السكر بتاعي هنا كان مظبوط قوي. كمان هعزز الطعم بان انا هحط كيس من الفانيليا عليها، تديني نكهة حلوة كده في البشاميل بتاعي، شايفين. وافضل بقى اقلب كده بالمضرب اليدوي والمعلقه لما القوام يظبط معايا. اللي انا حطيته دي كانت عندي معلقه من القشطه اللي هي كانت وش اللبن، لو موجوده حطيها بتعزز لي الطعم، مش موجوده خلاص ايه ما فيش مشكله ابدا. شايفين القوام بتاعها يا جماعه؟ لما بتغلي معايا شويه كده يبقى كده ايه، وصلنا للسوى الصح. عندي بقى هنا دي صينيه، ايا كان نوع الصينيه، بايركس او الومنيوم، اللي موجود هستخدمه. هدهنها دهنة سمنة وهنزل بالبطاطا بتاعتي. طبعا البطاطا انا هرستها بالشوكة بس وهي على البوتاجاز، ما عملتهاش بخلاط ولا اي حاجة. بعد ما سويت البطاطا هنزل بقى بالبشاميل بتاعي. شايفين قوامه حلو جدا ازاي، كانت ريحته جميلة جدا، وكده الطبقة دي مظبوطة جدا على الصينية. عشان بعمل لها وش هحط لها كده شويه سكر بودره، واللي عايز يحط سمنه بدل السكر او زبده، يعني اي حاجه تديها وش، مش اكتر من كده. هدخلها بقى في الفرن، الشوايه من فوق والفرن من تحت، لما تاخد الوش اللي طلع معانا التحفه ده يا جماعه. شايفين لسه طالعه سخنه، ومش عايزه اقول لكم كانت ريحتها حكايه. طبعا وانا بطلعها في الوقت ده كانت سايبه زي ما شفتوها في اول الفيديو، لانها كانت لسه سخنه معايا. لما سبتها بردت براحتها وجيت بقى اقطعها، شايفين السمك والقوام يا جماعة والشكل المتماسك الحلو جدا ده. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولايك وشير ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد.